موبايل ب 48 مليون دولار وساعة ب 55 مليون ولوحة ب 110. تفتكر مين وليه ممكن يشتري حاجات زي دي؟ وخصوصا ان الناس بتدفع الفلوس دي بمزاجها وبتدخل اوقات كمان مزادات، يعني مش مخدوعة ولا مضحوك عليها. بس تفتكر ليه؟ هنروح لأغلى موبايل في العالم وهو فالكون سوبر نوفا ايفون 6 اس بينك دايموند، تليفون ثمنه 48 مليون دولار. بس تفتكر يختلف اي حاجة عن الايفون 6 اس العادي؟ للأسف من الناحية التقنية مفيش أي اختلاف، نفس البروسيسور، نفس الكاميرا، نفس السوفت وير، نفس كل حاجة. بس الموبايل مرصع بالألماظ ومطلي بالذهب وفي ظهره ألماظة كبيرة من اللون الوردي. التليفون مش معمول عشان الاستخدام اليومي، بس معمول عشان يرفع سقف الخيال. ونروح بقى لعالم الساعات وساعة اسمها جراف دايموند هيلوسينيشن، ساعة تمنها 55 مليون دولار، عملها مصمم اسمه لورنس جراف. الساعة فيها أكتر من 110 إيرات من الماس بأشكال وقطع فنية مختلفة. طب هل بتقدم أي حاجة إضافية عن أي ساعة تانية ب 200 دولار أو أقل؟ أكيد لأ. الساعة مش معمولة أصلا عشان تستخدم كل يوم، ويمكن حتى مش مريحة بسبب وزنها الكبير، بس معمولة عشان امتلاكها بس شهادة ويمكن رمز للثروة. وتعالى أقولك على مثال أغرب بكتير. شنطة جلد تمنها أكتر من 450 ألف دولار، الشنطة اسمها إغمي بيركن هيمالايا، بس الغريب إنك ما تقدرش تشتريها حتى لو معاك فلوسها. لازم تكون ليك علاقة طويلة مع البراند واشتريت منهم أكتر من منتج وبعد كده ممكن يسمحوا لك تشتريها. وهنا بقى الشنطة اتحولت من منتج لمكافأة انتماء، وانت اتحولت انك بتقدم طلب قبول. طب خد بقى المفاجأة دي، لوحة اسمها انتايتلد جيم مايكل بسكويت. اللوحة اتباعت بأكتر من 110 مليون دولار، بس لو بصيت للوحة هتلاقيها مش حلوة ومش مريحة ويمكن كمان مش مفهومة. طب ليه بقى السعر ده؟ لأن اللوحة مربكة وعدائية وبتخليك تحس إنك مش فاهم، وده جوهر اللعبة. الغالي الحقيقي مش اللي يعجبك، الغالي الحقيقي اللي يحرجك تقول مش عاجبني. كل الأمثلة اللي فاتت مشتركة في حاجة واحدة، المنتج مش بيقدم قيمة، المنتج بيختبرك. هل هتسأل ولا هتسكت ولا هتدعي الفهم؟ طب ممكن نوسع الدايرة شوية؟ ليه حد ممكن يشتري جزمة من لوي فيتو ب 40 ألف دولار أو بدلة ب 200 ألف، مع إنه عارف كويس أوي إنه ممكن يلاقي نفس الخامة أرخص بكتير ويمكن كمان أحسن في التفاصيل، وخصوصا إن الشكل ما كانش ثوري؟ والسبب إن السعر هنا بيقوم بفلتر اجتماعي، وده أخطر مستوى استهلاك، البوست ستيتس كونسامشن. يعني عشان تثبت إنك غني تبدأ تشتري حاجات ملهاش منطق وملهاش تفسير، وأي محاولة شرح تساوي ضعف. طب إيه اللي يخلي حد يشتري حاجات زي دي بالأسعار دي؟ في علم الاقتصاد في حاجة اسمها الاستهلاك بغرض الرؤية. الناس دي مش بتشتري منتج عشان تستفيد منه، الناس دي بتشتري منتج عشان العالم يشوفهم في طبقة مش محتاجة تشرح نفسها. طب ليه الشركات بتعمل منتجات زي دي وخصوصا انهم عارفين كويس قوي انهم هيعملوا منه نسخة او اتنين، يعني مش هيكسبوا منه كويس؟ الشركات عارفة كويس قوي ان المنتج ده مش هيبيع وسوقه صغير وممكن كمان مفيش منه ارباح مباشرة. بس مش ده الهدف الاساسي. المنتج ده اسمه هالو برودكت، حاجة كده وجودها بيرفع صورة البراند وبيغير نظرتك في باقي المنتجات ويرفع سقف الأسعار اللي في دماغك. فبعد ما تشوف موبايل ثمنه 40 مليون دولار يبقى عادي جدا لما يكون الموبايل ب 100 ألف جنيه. غير إن في أوقات كتير الشركات بتستخدم ده عشان ترهب المنافسين وتزرع صورة ذهنية للمستقبل، يعني بيقولوا لمنافسينهم حتى لو مش هنعمل ده دلوقتي فإحنا قادرين نعمله. خلاصة الكلام إن المنتجات الأغلى في العالم مش معمولة عشان تتباع ولا عشان تبهرك، دي معمولة عشان تعيد ترتيب الهرم وتخليك تقبل اللي تحته من غير ما تحس. وافتكر كويس إننا كنا بنسأل مين المجنون اللي يشتري حاجة زي دي، بس السؤال الأذكى مين المستفيد إنك تشوفها من الأساس.